صباح السعادة والجمال وروقان البال، أو مساء السعادة على قلوبكم. النهاردة بقى هنخلي مع بعض الرنجة بطريقة سهلة وبسيطة، وهوريكم طريقتين نخلي بيهم الرنجة. أنا هنا معايا كيلو من الرنجة. هجيب بلانشة أو هنجيب كيس، لو ما عندكيش بلانشة هنجيب كيس بلاستيك ونفرده ونقطع الراس زي ما شفنا كده، ونقطع كمان الديل، واجي من ظهر السمكية بس السكينة تكون حامية معايا شوية، وافتحها من الظهر كده واتك كده بالعرض على الرنجة، وابتدي افتحها كده بكل سهولة. هتتفتح معانا. بصوا مفيش اسهل من كده، حقيقي طريقة سهلة جدا. دلوقتي بقى بالراحة كده هطلع البطروخ عشان ما يتهريش مننا. ادي البطروخ ننضفه طبعا كده لو فيه اي حاجة. وادي البطروخ العسل اهو معانا. هحطه كده في الطبق على جنب، وابتدي امسك الرنجاية بالراحة كده واسلك سلسلة الظهر او الشوكة بتاعة الرنجة. هي طلعت بكل سهولة، مفيش اسهل من كده. في هنا بقى اللي هي الشوكة اللي بتبقى في الظهر الرفنعة دي، هسلكها كده واقطعها خالص. وانا بقى ايه بنضف كده الرنجة، عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة صوم العذراء، بركتها وشفاعتها تكون معانا كلنا. هنا قطعت الرنجة 2 كده، كل نص لوحده، وبالسكينة كده في البطن، وابتدي ايه اكحت البطن بتاعت السمكية واطلع الشوكة كده الكبيرة. هي طبعا كبيرة وباينة فبشيلها كده بصباعي كده. اهم حاجة ننضفها من الشوك عشان لما نيجي ناكلها ما يبقاش فيها شوك. كحتها كده واشيل حتة الجلد الرفنعة دي، ملهاش اي لازمة. شايفين يا حبايبي؟ وطبعا انا بمسح كده السكينة في حرف الطبق علشان لو فيها اي حاجة تنزل في الطبق، وتبقى السكينة دايما نضيفة معايا. عملت النص التاني، كحت كده البطن وشلت حتة الجلدة اللي بتبقى على الحرف دي، وادي حتة الرنجة اللي زي العسل معانا. همسكها كده واسلك الجلدة من لحمة الرنجة، وبالسكينة كده هسند واشد الجلدة. سهلة يا جماعة خالص خالص. بصوا مفيش اسهل من كده. وكل الرنجة ما تكون طازة معانا كده وحلوة، مش مركونة عند طبعا السوبر ماركت او البقال اللي بنجيب منه او بتاع الفسيخ، كل ما تبقى حلوة معانا وسهلة واحنا بنخليها. ادي نص الرنجاية بصوا زي الفل، ولا شوك ولا جلد ولا اي حاجة. هنحطها في الطبق. في هنا طبعا حتة ايه ما طلعتش كده، مش هرميها طبعا، احنا ما بنرميش حاجة. سلكتها بالسكينة وطلعتها. النص التاني برضو هسلك كده اللحم بتاع الرنجة من الجلد، وحابة تسحبيه كده بايديكي مفيش اي مشاكل. بصي سهل خالص اهو. دلوقتي بقى انا ايه حطيت الجلدة بتاعت الرنجة على البلانشة، وبزق كده بالسكينة بطلع الرنجة ايه اللي في الجلدة. شايفين اهي سهلة خالص خالص خالص. اي حد مبتدئ واول مرة يعني يخلي رنجة هيخليها بكل سهولة. شايفين الجمال والحلاوة؟ روعة وريحتها جميلة. حبايبي الرنجة دي انا كمان عاملاها سلطة رنجة، هحط لكم اللينك في التعليق، هثبته لكم. اللي حابب يعرف ازاي يعمل احلى رنجة مخلية ويعمل كمان سلطة رنجة، وهنا بقول لكم هعمل كله زي ديت عشان الفيديو ما يطولش. وادي يا حبايبي الرنجة بعد ما خليناها، البطاريخ اهي والرنجة اهي زي الفل. لو هعملها سلطة اعملها دلوقتي، مش هعملها احطها في علبة واحطها في الفريزر. واشوفكم على خير.